معنا قطعونا مرتين ثلاثة شدونا 10 مرات، بس خلونا نخلص. في معنا ضابط من ضباط الجيش الحر البطل المغوار حابب يشاركنا ويلقي كلمتين، وليتفضل مشكورا. طبعا من بلدة كوصفرة. الله محيي الجيش الحر. الجيش الحر. تفضل يا حر. الجيش الحر. السلام عليكم. الله يحمي الشباب جميعا، وان شاء الله نكون نحن سند للاسلام وللامه الاسلاميه ان شاء الله، ولحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شباب عليه الصلاه والسلام قال: ينقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث، احدها الا من ولد صالح. كل شهيد انا ابنه، انا ابوه. كل طفل انا ابوه، انا ابوه. لازم ندعي له. الطفل الصغير ويكفي لازم ندعي له. امنه. اللهم يا رحمن يا حي يا قيوم، اللهم يا مدير المستجيرين، اللهم إنا عبادك المظلومين، انصرنا على عدوك عدو الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا قهار، انصرنا على عدوك عدو الدين بشار. يا الله، اللهم إن أطفالنا قد يتمون وقتلوا وشردوا يا عليم. اللهم قتل أولادهم، اللهم شرد بهم أرضك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم واقتلهم تقتيلا، اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا يا قوي يا عزيز. اللهم إن أهل الأرض قد جبلوا عن نصرتنا، نحن عبادك المستضعفين. اللهم أرسل قوة من عندك يا قوي، اللهم أرسل من عندك ملائكة تنصرنا وترفع عنا الظلم والهوان. اللهم ارحم أطفالنا ونساءنا وشيوخنا، اللهم سدد لنا رمينا يا قوي يا عزيز. اللهم لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك. اللهم إنك أنت الذي قلت أنك عند حسن ظن عبادك. اللهم إنا نظن بك النصرة ونظن بك القوة. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمر بشار وكل من والى بشار وكل من مال قلبه إلى بشار. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين، اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين. يا حي
حي يا قيوم. اللهم إنا من أمة حبيبك وحبيبنا ونور الظلام ومسك الختام. اللهم انصرنا على عدوك وعدونا وعدو حبيبك وحبيبنا محمد، وصل اللهم على سيدنا محمد. ما أروع هذه الكلمات الرائعة التي صرنا نسمعها من شباب الإسلام، وما صاروا شباب إسلام إلا بعد أن انشقوا عن هذه الكتائب اللعينة. بدأ كلمته جزاه الله خيرا، اللهم اجعلنا لنكون، اللهم هيئنا لنكون سندا للإسلام والمسلمين. ونادى الأطفال الأيتام أبناء الشهداء، قال أنا أخوكم وأنا أبوكم ولا نتخلى عنكم أبدا. وذكر كذلك جزاه الله خيرا، والله أنا ما كأني عم اسمع داعي ولا عم اسمع خطيب ولا إمام مسجد، ما شاء الله عنه. ذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له أراد من الأولاد، وفي كثير منهم يعني أبناء شهداء أبناء آبائهم، نعم، أن يؤمنوا على دعائه جزاه الله خيرا. يعني إن إخواننا بيعرفوا أو كثير من الناس يعرفون أنه هذا مثل هذا الملازم في هذه الرتبة، الضباط والعساكر والجنود ما كانوا يرددون ولا يعرفون أصلا إلا كلمات المقبور، ذلك المقبور حافظ، أو كلمات اللعين هذا بشار، ما كانوا يعرفون إلا هذه الكلمات، أو الشعارات الجوفاء بالوحدة العربية وأمة عربية واحدة ذات رسالة وحدة وحرية اشتراكية. هذه الشعارات البراقة التي ضحكوا بها على ملايين من البشر، وصار البعض وللأسف يظنهم أنهم فعلا دولة الممانعة التي تقف بوجه إسرائيل. فما إن احتدم الأمر فإذا بنا نشاهد الدبابات والطائرات والأسلحة تستعمل كلها للشعب، لسحق الشعب وتدمير الشعب، ولا تستعمل أبدا في مواجهة اليهود أو مواجهة أعداء الله عز وجل. فجزا الله خيرا هذا الملازم الأول، وأحسن الله إليه وتقبل الله منه هذه الأدعية الرائعة التي يستنصر بها بالله ويتوكل بها على الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يدمر بشار، وأن يدمر من والى بشار ومن مال قلبه إلى بشار، لأنه الآن المعركة صارت فاصلة، ولا بد للإنسان في الحقيقة الآن أن يقف مع الحق، أن ينحاز إلى الحق، يتبين موقف كل إنسان في مثل هذه المعركة، وخاصة بعد أن شاهد كل هذه المجازر التي يفعلها هذا النظام الأسدي. شيخنا